النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يبان كيميائي معقد، بس هو في الحقيقة بيلمس حياتنا كلنا: السموم الزراعية. هنشوف إزاي بعض المواد الشائعة جدا دي ليها تأثيرات قوية ومفاجئة بشكل لا يصدق على جسم الإنسان، وإيه اللي بيحصل جوه جسمنا بالظبط لما بيتعرض لها. وخلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان غريب قوي في الأول. تفتكروا إيه الشيء المشترك اللي ممكن يربط بين غاز الأعصاب، اللي هو سلاح حربي فتاك، وبين مبيد الحشرات العادي اللي ممكن أي حد فينا يكون مستخدمه في البيت؟ الإجابة بقى هي اللي غريبة فعلاً. الحاجتين دول على قد ما هم مختلفين، إلا إنهم بيستهدفوا نفس الحاجة بالظبط جوه جسمنا. بيستهدفوا واحد من أهم وأخطر المفاتيح الجزيئية اللي بتتحكم في كل حاجة تقريباً. تخيلوا كده مفتاح كهرباء رئيسي للجسم كله، هما الاتنين بيروحوا يكسروا المفتاح ده. طيب إزاي بالظبط السموم دي بتشتغل؟ وإيه هو المفتاح ده اللي بنتكلم عنه؟ والأهم من كل ده، ليه مجرد إن المفتاح ده يبوظ ممكن يسبب كل الكوارث دي للجسم؟ عشان نفهم الصورة لازم نعرف طرفين المعادلة. الطرف الأول هو مادة اسمها أسيتيل كولين، دي نقدر نعتبرها إشارة التشغيل، الأون. هي دي المادة اللي المخ بيبعتها عشان يقول للعضلات انقبضي، للغدد افرزي، للأعصاب اشتغلي. أي وظيفة حيوية بتبدأ بإشارة من الأسيتيل كولين. بس طبعاً أي نظام لازم يكون فيه زرار تشغيل وزرار إيقاف، وهنا بيجي دور الطرف التاني في المعادلة، وهو إنزيم اسمه كولين استريز. ده بقى هو مفتاح الأوف. وظيفته بسيطة ومهمة جدا. بعد ما الأسيتيل كولين بيخلص مهمته، الكولين استريز بيروح يكسره وينظف مكانه عشان العضلات والأعصاب ترجع ترتاح. من غيره الجسم هيفضل في وضع التشغيل أون على طول. هنا بقى بتظهر المشكلة. المبيدات الحشرية اللي من نوع الفوسفات العضوي أو الكربامات بتشتغل كمثبطات لإنزيم الكولين استريز. يعني إيه؟ يعني ببساطة هي بتهاجم مفتاح الإطفاء ده وبتعطله تماماً، بتمنعه إنه يقوم بشغله. والنتيجة؟ الأسيتيلكولين أو إشارة التشغيل بتفضل تتراكم بكميات مهولة من غير أي حاجة توقفها. والتعطيل ده كمان ليه نوعين. في مثبطات بنسميها عكسية أو مؤقتة، ودي بترتبط بالإنزيم شوية وبعدين بتسيبه فيرجع يشتغل تاني. لكن النوع الأخطر زي مركبات الفوسفات العضوي بيعمل تثبيط غير عكسي، يعني بيرتبط بالإنزيم بربطة قوية ودايمة، كأنه لحم مفتاح الإطفاء وهو في وضع العطلان. وفي الحالة دي الجسم مفيش قدامه حل غير إنه يحاول يصنع إنزيم جديد تماماً من الصفر. طيب تخيلوا معايا كده إيه اللي ممكن يحصل لما نظام كامل ومعقد زي جسم الإنسان يفضل في وضع التشغيل on بشكل مستمر ومن غير ما يفصل أبداً. هنا بقى بنبدأ نشوف الأعراض المرعبة للتسمم الحاد. أول حاجة بتضرب هي الأنظمة اللا إرادية. كل الغدد في الجسم كأنها اتفتحت على آخرها، عرق غزير، سيلان لعاب، إفرازات في القصبة الهوائية بتخلي التنفس صعب. الجهاز الهضمي كله بيخرج عن السيطرة، وده بيترجم لغثيان وقيء وإسهال. كل ده بيحصل مع بطء شديد وخطير في ضربات القلب. الجسم حرفياً بيكون غرقان في إشارات التشغيل اللي متطقمش. وبعدين التأثير بينتشر ويوصل للعضلات الإرادية. في الأول بيحصل انقباضات وتشنجات عنيفة في كل عضلات الجسم، لكن العضلات دي مش مصممة عشان تفضل منقبضة على طول، فبعد فترة قصيرة جدا بتوصل لمرحلة الإنهاك التام. الضعف ده بيتحول لشلل كامل، وهنا الكارثة الحقيقية بتحصل: شلل عضلات التنفس، وأهمهم الحجاب الحاجز. الشخص بيبقى عايز ياخد نفسه ومش قادر. والهجوم ده بيكمل طريقه ويوصل للمخ نفسه، مركز التحكم. بيبدأ الموضوع بقلق وأرق شديد، وبعدين بيتطور لرعشة وتشنجات عنيفة جدا زي نوبات الصرع، وفي النهاية ممكن الجهاز العصبي المركزي كله ينهار والمصاب يدخل في غيبوبة تامة. في الآخر أسباب الوفاة المباشرة في حالات التسمم دي بتكون حاجة من اتنين: يا إما فشل تنفسي كامل بسبب شلل العضلات، أو انهيار في القلب والأوعية الدموية. الجسم ببساطة مش بيقدر يستحمل حالة الطوارئ والتشغيل الأقصى دي لفترة طويلة. في الوضع الكارثي ده كل دقيقة بل كل ثانية بتفرق في حياة المريض. عشان كده التدخل الطبي بيكون سباق حقيقي ضد الزمن، بيبدأ بخطوات طارئة هدفها بس إنها تخلي الشخص عايش. أول حاجة وقبل أي شيء تاني هي أساسيات إنقاذ الحياة. نتأكد إن مجرى الهواء مفتوح وإن التنفس شغال والدورة الدموية مستمرة. بعدها فوراً لازم نوقف امتصاص الجسم لأي كمية زيادة من السم. لو السم على الجلد يتغسل فوراً، لو تم بلعه بيتعمل غسيل معدة. والخطوة الثالثة هي محاولة تسريع طرد السم اللي دخل الجسم أصلاً، سواء عن طريق أدوية مضرة للبول أو حتى بالغسيل الكلوي.
بعد ما نكون استقرينا الحالة بشكل مبدئي بيجي دور الأسلحة المتخصصة الترياق. وهنا الهدف مش بس إنقاذ حياة، لأ، الهدف هو إننا نعمل إعادة تشغيل أو ريبوت للنظام اللي اتضرب على المستوى الجزيئي. والعلاج هنا ذكي جدا لأنه بيشتغل في اتجاهين في نفس الوقت. أول دواء هو الأتروبين، ده مش بيصلح المفتاح المكسور لكنه بيعمل قادرع أو عازل، بيروح يقف على مستقبلات الأسيتايل كولين ويقفلها، فبيحمي الجسم من فيضان إشارات الأون الزيادة. أما الدواء التاني وهو مجموعة الأوكسيمز فده بيروح لصلب المشكلة، وظيفته إنه يروح للإنزيم اللي ارتبط به السم ويفك الرابطة دي بالقوة. يعني من الآخر هو بيصلح مفتاح الإطفاء نفسه. وعشان بس نتخيل حجم الكارثة اللي الجسم بيكون فيها، جرعة الأتروبين اللي المريض ممكن يحتاجها في الحالات الشديدة ممكن تعدي ال 200 ملغ. للمقارنة بس، الجرعة العلاجية العادية لنفس الدواء في حالات تانية بتكون أقل من 1 ملغ. ده بيدينا فكرة عن حجم الهجوم الكيميائي الكاسح اللي الجسم بيتعرض له. وهنا في نقطة حرجة جدا ومهمة قوي، الأوكزايمز، الدواء اللي بيصلح الإنزيم، لازم يتاخد في الساعات الأولى. ليه؟ لأن الرابطة بين السم والإنزيم مع الوقت بتعتق وبيحصل فيها تغيير كيميائي بيخليها رابطة دائمة ومستحيل تتفك، وساعتها الأوكزايمز بتكون خلاص ملهاش أي لازمة. عامل الوقت هنا هو اللي بيحدد كل حاجة. طيب ولو الرابطة دي أصبحت دائمة خلاص، الجسم بيكون مضطر إنه يبدأ عملية طويلة عشان يصنع إنزيمات جديدة تماماً من أول وجديد. العملية دي بطيئة جداً وممكن تاخد حوالي 3 شهور عشان مستويات الإنزيم ترجع طبيعية. وطبعاً في أزمة حادة زي دي محدش عنده رفاهية الانتظار 3 شهور، وده بيبين ليه التدخل السريع بالأدوية دي بيكون هو الفاصل الحقيقي بين الحياة والموت. والموضوع على فكرة مش مقتصر على التسمم الحاد وبس. التعرض لكميات قليلة من المبيدات دي بشكل مزمن وعلى مدى طويل ممكن يسبب حاجة اسمها سمية عصبية متأخرة، ودي بتظهر على شكل ضعف في العضلات واضطرابات في الإحساس، والتعافي منها ممكن ياخد سنين طويلة ويمكن كمان ما يرجعش كامل أبداً. وفي النهاية كل الشرح ده بيسيبنا مع سؤال مهم جداً لازم نفكر فيه. مع استمرار وجود المواد الكيميائية دي في بيئتنا، في الأكل اللي بناكله والمية اللي بنشربها، يا ترى إيه هي التكلفة الحقيقية على المدى الطويل لعالم بنحاول نخليه خالي من الآفات؟ سؤال يستحق مننا وقفة وتفكير.